السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة ومؤسسة بكار المنصورة. كل ما يخص العناية بالشعر والبشرة من الناحية الطبية العلمية، وتفسير للبنات النهاردة عن الشعرة المقصفة. هو تفسير للظواهر بتاعته، ولكن التفسير الحقيقي للشعرة المقصفة معظم البنات ما تعرفوش. يعني أنا لو سألت بنتي إيه هي الشعرة المقصفة، ممكن تقول لي شعرة هايشة، شعرة ملمسها مختلف شوية عن بقية الشعر أو الجذور، ما بيتلمش بسهولة، أحط سيرم ما يستجيبش. ولكن هي دي كلها يعني ظواهر الشعرة المقصفة أو علامات الشعرة المقصفة. ولكن الشعرة المقصفة هي شعرة جت من تحت واتفلقت أو اتقسمت نصين. فما عشان كده دايما اقول قصوا الطروف باستمرار، حتى ولو طرف صغير بيمنع الحركه دي. طب انا لو سبت الشعره المقصفه، تمام، زي ما بنات كتير تقولك لا انا مش هقص، انا عايزاه طويل، والكلام الفاضي اللي بيحصل ده من البنات. الشعره المقصفه دي بتبدا تزحف لفوق لحد ما تبدا تتفلق هي كمان، تلاقي الشعره من فوق سليمه ومن تحت كذا تقصيفه او كذا تقسيمه للشعره، فبيكون اضعف، فبيتقطم بمنتهى السهولة في أي تعاملات للشعر. وللأسف قبل ما بيتقطم كده كده هو هيتقطم غصب عنك شئت أم أبيت هيتقطم مع التعامل، سواء بقى الوقت عاجلا أم آجلا، يعني وقت قصير أو وقت طويل، بيبقى حسب تخن الشعرة وحسب المعاملات. قبل ما يتقطم بيبوظ جزء من اللي فوقيه، ولذلك بنفضل في الدايرة دي وما بنتخلصش أبدا، وبالعكس هيكون مقصف. الشهر ده 5 سنتي، لو أنا سبته مع التعاملات هيبقى على آخر الشهر 10 سنتي، على آخر السنة 20 سنتي، وهكذا. ولذلك معظم البنات الصغيرة بستغرب جدا بيبقى الشعر طويل ومثلا 2-3 سنتي هو اللي سليم فقط لا غير، والباقي كله مقصف. والبنات بتتصدم من المعلومة دي لما أقول لها مثلا عن شعرها، ده إيه ده أنت نص شعرك مقصف؟ إيه ده يعني أنا هقص كله؟ أنا كل اللي بطلبه إنك تقصي الطروف باستمرار بمقص حامي. ولكن هل هناك حل للشعر المقصف ككريمات أو منتجات تتخلص نهائيا من التقصف؟ الإجابة لأ، لأ، لأ. مهما قريتي أو مهما سمعتي إن المنتج ده بينهي على التقصف نهائي، لأ. الحل الوحيد للتخلص من المقصف والله هو التخلص من الشعرة المقصفة نفسها بالقص المستمر بمقص حامي. وانا قبل كده في فيديوهات نزلت مواصفات المقص اللي نقدر نستخدمه عشان ما نبوظش ونقصف الشعر بزيادة. وإن كان في منتجات بيقولك إنها بتخلص، لا، هي بتقلل نسبة التقصف أو بتعمل نسبة تلطيف إلى حد ما، فبتدي منظر حلو، ولكن تنهي المشكلة إطلاقا مطلقا. هتستخدمي المنتجات هتلاقي الشعر جميل، هتعتمدي عليه، هيجي على آخر السنة هيقصف بزيادة، وتحسي في النهاية إن المنتج ملوش أي لازمة. ولذلك حطي خطة للتخلص من المقصف فعلا علشان تستمتعي بعد كده بشعر كويس، وسيبك من الخرافات لا انا لما بقصه مش هيطول او كده. ولو عندك مشكله في الحته دي او في مشكله عندك لا ما بيطولش او الكلام ده، راسليني على الخاص فورا وانا هتواصل معاكي واعرف ايه ملابسات الموقف، وهدلك على اسلم طريق توصلي بيه لشعره صحيه سليمه في اقل مده ان شاء الله.